في 2023 الإمارات قررت تعمل مسابقة للمهندسين المعماريين لأكتر تصميم بيت مناسب للثقافة العربية القديمة، ومناسب كمان لشدة الجو في الإمارات وبدون أي تكاليف عالية، وده علشان تشجع المجتمع والعالم العربي كله على إنه يتمسك بالتراث العربي القديم. اتقدمت مشاريع كتير جدا في المسابقة دي وتم الإعلان عن 3 فائزين. تعال أعرفك على تصاميمهم وفكرتهم وليه تم اختيارهم من الفائزين. أفضل تصميم كان لمعماري سوري اسمه محمد المفتي، وده أخد المركز الأول واستلم كمان 500,000 درهم، لأن تصميمه كان بسيط جدا واستعان فيه بالتصاميم المشربية اللي كانت في البيوت القديمة، وده كان عامل مهم جدا للتهوية الطبيعية، وكمان علشان يديك روح البيت العربي القديم لكن عمله بشكل مودرن ومختلف في نفس الوقت، وعشان يقلل من حدة الشمس اللي موجودة في البيت. وكمان عمل الأوض الداخلية بتطل على جنينة بزرع ومية، وعلشان التهوية تكون بشكل أفضل وأنقى وكمان تكون بشكل طبيعي ونقلل من استخدام التكييف والكهرباء. البيت كان تصميمه بسيط جدا، لم يستخدم فيه الشبابيك الإزاز ولا السقف المايل ولا أي حاجة من الستايل الأوروبي. كل عناصره كانت طبيعية وعربية 100%، وهدفها إنه يجمع الشياكة مع التراث العربي القديم وكمان يحافظ على التهوية جيدة للمكان.